بسم الله الرحمن الرحيم. من كوكب المتنبي ومن شارع المتنبي، ومعنا اليوم الضيف محمود المعموري، مصور والإعلامي للمنتخب العراقي وموثق شارع المتنبي. نسأل بعض الأسئلة. أستاذ محمود، نحن في الأدوار الأخيرة من المراحل الأخيرة في الدوري العراقي، وما يحصل الآن في الدوري العراقي والشغب كبير بالنسبة للجمهور والتهجم على الحكام. ما هو رأيك وأنت متابع لكل الدوريات وموثق لكل اللعبات اللي تحصل في المحافظات؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا استاذ محسن البهادلي الانسان الطيب العراقي، شكرا على عطائك وتركيزك على المواضيع المهمه اللي تخص البلد، خاصه في مجال الرياضه. اليوم احنا كاختصاصنا كرياضيين، اني ايضا موثق لشارع المتنبي وايضا مصور المنتخب العراقي ونادي النجف. بصراحة يعني الدوري العراقي العام 25-26 حدثت بعض الأمور اللي بصراحة ما كنا نتمناها، من شغب، من أخطاء تحكيمية، من خلال أخطاء الفار اللي للأسف الشديد ما أنصف كثير من الفرق حتى تأخذ حقها الصحيح في نتيجة مباراة. اليوم أنت من بآخر دقيقة تحصل على ركلة جزاء والفار ما يقرر هذه الركلة، وهي واضحة للعيان. كل أهل الشأن، كل المحللين يقولون هذا مبرر تهجم على الحكم. طبعا هذا يعطي للجمهور ويعطي لكل المسؤولين أن هناك أكو خلف الكواليس أكو أمور خفية في التلاعب بنتيجة تلك المباراة. ما حصل البارحة بين نفط ميسان والقرمة بالضبط، وأحداث الشغب اللي صار نادي القرمة. نعم، فهذا هو شيء غير صحيح. أولا أهل القرمة وأهل الناصرية وأهل العمارة وأهل الشمال هم كلهم إخوان، لكن الشغب موجود من بعض النفر، اللي نقول بعض النفر اللي بصراحة لا يمت بالرياضة بصلة. محمود عفوا، مو نفر، أنا أعتبر هم سبب هذا التهيج وهذا التهجم هم المدربين والإداريين للأندية. هم بعض الأحيان المدربين يخلقون شلون يعني استفزاز للاعبين للجمهور، وهذا ينعكس وين؟ ينعكس على المدرجات. من يضبط النادي؟ يضبط النادي هو المدرب والإداريين. إذا المدرب هو اللاعب، لا، هو المدرب استاذ العفو، المدرب اللي يكون المسؤول الاول عن كل الاحداث اللي تدور داخل الملعب. ليش؟ لان هو العصبي ده، هو اللي يتحكم، هو اللي يقود، هو اللي يقرر ما يدور بالملعب بالنسبه للاعبين وايضا للاداريين. حتى الاداريين المفروض ما مثلا يدخل للساحه بدون علم المدرب يروح يتهجم على حكم او يتهجم على بعض اللاعبين من الفريق الخصم، وهذا راسا ينعكس سلب على الجمهور. الجمهور اليوم اذا شاف بعض دقه البدلاء يتهجمون على فريقهم، بالتالي ممكن يصير احداث شغب مثل ما حدث امس. حظوظ منتخبنا شلون نشوفها بمجموعتنا فرنسا والسنغال والله تعرف احنا اولا ان هو الصعود بحد ذاته هو انجاز لنا، لكن جراهام اكد اكثر من مره انه الفريق العراقي اصبح في تم الجاهزيه والمعنويات العاليه اللي حصل عليها بعد مباراه بوليفيا، اللي هي انا اعتبرها من اجمل مباراه المنتخب العراقي. يعني تعرف عاصرت الفريق منذ فتره طويله، ومباراه بوليفيا هي اعطت المعنى الحقيقي لمستوى المنتخب العراقي. فان شاء الله اني على ثقه انه ممكن نتعادل مع فرنسا. لا يستبعدون جمهور امبابي او يعني اللاعبين الكبار سوديو ماني، ومع هذا سوديو ماني مو فريق وحده، اكو فريق لعب جماعي هو اللي يخلق الفارق. بعد يومين التشكيله راح تنزل، تدخلات كبيره بالنسبه للاعلام، للقنوات، للمحللين الرياضيين، تدخل في شؤون ارنولد. شلون تشوف هذا؟ هو استاذ مسؤول عن التشكيله، راح اعطيك معلومه جدا مهمه. جراهام انا التقيت به بالمؤتمر الصحفي بالبصره. جراهام ولا الاتحاد ولا حتى الكابتن عدنان درجال يتدخل في تشكيله المنتخب او اختيار اللاعبين للمنتخب. جراهام هو المسؤول الاول والاخير عن اختيار التشكيله. هاي وحده. اثنين، جراهام من استلم الفريق لحد الان على درايه تامه بكل مستويات اللاعبين، ان كانوا لاعبين بالدوري العراقي او اللاعبين بالدوريات الاوروبيه. عنده قناعه تامه، كل مركز حضر له اكثر، لان هو اولا يلعب باسمه مو بس باسم العراق. ترى هو كمدرب عالمي يقول لك انا باكر عقبه المنتخب العراقي وصلت الى مرحله
مرحله معينه، وبالتالي هذا راح ينعكس ايجاب لمن له يحسب الحساب لنفسه وايضا للعراق. ووعد هو رئيس الوزراء امس قال له احنا راح نحدث مفاجاه في كاس العالم، وحتى المحللين في كاس العالم قالوا العراق سيحدث مفاجاه، ونتمنى هذا الشيء. شكرا جزيلا للاخ مصورنا واعلامينا الكبير محمود المعموري. انا اشكرك ايضا، تحياتي لك والى جمهورك الحبيب، اقول لهم جمعه مباركه لكم. شكرا جزيلا.